هو ده سؤال ولا تنبيه؟ هلا ومرحبا، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فرحتي مش قادرة لمن نعطاها. قسما بالله العظيم يا جماعة الخير إني اللحظة هذه نستنى فيها لي سنة. أنتم ما عارفين شو صار في قناتي الأولى؟ ما صار لها شيء، أنا احتفتها ولكن بسبب أشياء أنا ما عرفتهاش في خصوصية البرنامج. فالمهم رجعت لكم بفيديو جديد على القناة هذه، وأول فيديو حيكون تعريفي عن نفسي. نزلت لكم أمس بوكس على الفيسبوك وبوكس على الإنستغرام، ونزلت لكم فيديو قلت لكم فيه لو حابين تسألوني على سناب شات، وانتم عارفين اني انا ديما موجوده معكم على سناب شات وموجوده معكم على لايف تيك توك. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش انكم انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك وتفجروا هذا الفيديو لايكات وتخلوا لي تعليق جنين. يا جماعه انا محتاجه دعمكم في الفتره هذه، انا محتاجه دعمكم لان قاعد يستنى فيكم محتوى ما شفتوش زيه، محتوى يخبل يموت يجنن. ما تنسوش تكتبوا لي انتم من وين تتابعوا فيا. قبل كل شيء وقبل ما ناخذ اسئلتكم خلوني نعرفكم على نفسي. انا ايناس علي من ليبيا، حاليا مقيمه في تركيا لغرض الشغل والدراسه. وخلونا نبدا مع بعضنا باول بوكس من الاسئله. طبعا هذا البوكس اخترته من الفيس. شنو تخصصك في الدراسه؟ شنو تخصصك في الدراسه؟ انت بتروحي لليبيا وبتتخرجي من تركيا ولا ما زالت تدرسي في ليبيا؟ ربي يحفظك بنت بلادي. انا مليش 6 شهور كيف مقيمه في تركيا. ماشي. تاني حاجة أنا جاية هنا من غرض التعليم، ولكن في نفس الوقت عندي شغل تاني، ومنه شغل الجنيني على اليوتيوب اللي حتستنوا انتم، أو اللي يستنى فيكم، معلش سامحوني، اللي يستنى فيكم محتوى جنين في تركيا بعون الله تعالى. فأنا كيف جات لتركيا؟ من ليش 6 شهور. تخصصي في الدراسة هو لغة. إن شاء الله بعد اللغة مانيش عارفة شنو نبي نقرأ، بس خاطري في حاجتين: يا مضيف الطيران، يا تخصص يا شنو يقولوا لها، هي فيها فوتوشوب. يعني ما نعرفش كان كنتوا فاهمين عليا أو لا، بس تخصص تاني حيكون فوتوشوب. نحس فيه الفوتوشوب حلو، حينفعني في اليوتيوب وفي الانستغرام وفي الأشياء زي هذه. فاكتبوا لي في التعليقات شنو أحسن تخصص يطلع عليا. السؤال الثاني: شنو تقري في تركيا؟ نفس السؤال، قلت لكم حنقرا لغه تركيه 2 أو 3 وبعد ان شاء الله حننتقل مباشره للتخصص. ضروري ما نحفظ اللغه صعبه، اللغه صعبه صعبه صعبه. من وين انت؟ انا من ليبيا، من العاصمه طرابلس. اصلي يرجع من منطقه جبليه، ولكن من يومي عايشه في العاصمه طرابلس. كيف تقدر تسافري بروحك؟ يا ريت تقولي لنا حبوبه، ربي يعاونك. سؤال قوي هل كيف بدأت تسافري بروحك؟ أنا ما سافرتش بروحي، أنا سافرت أنا والعائلة. من قالكم أنا سافرت بروحي؟ هو خليني أحكي لكم عن موقف. اليوم اللي جاتني بنسافر فيه بروحي الطيارة ما بتشطير. تاني يوم لما رجعت الطيارة فاتت عليا. ثالث يوم العيلة قالوا ضروري ما نمشي معاك لأن في نحس. فسافرت أنا والعيلة، ما سافرتش بروحي. تمام. وأي لاف يو على تعليقاتكم الحلوة. انت مش راح ترجعي لليبيا، يعني مستقرة في تركيا. مبدئيا مستقرة في تركيا، بنرجع لليبيا ما نرجعش الله يعلم. ما نقدرش نقول لكم على حاجة. انا جايبة قهوة بس نسيتها. جماعة التيك توك بس عارفين اللي الطاسة هذه لشني، او الطاسة هذه شنو قصتها. قبل ما نفتح لايف يا جماعة الخير دائما قهوة، لاني من عشاق القهوة السادة. تمام. استقراري في تركيا مش حيكون دائم، حيكون مؤقت، لانها حاطة في راسي بلد تاني. عشان تتوقعوا البلد اللي حاطة في راسي اني نستقر فيها لو رب اعطاني الحي طول عمري. كيف كانت ردة فعل عيلتك لما قلت لهم ان انت بتطلعي بوجهك على السوشيال ميديا؟ يعني كيف تقبلوا؟ موافقة نوسة. خليني احكي لكم على حاجة. احنا في ليبيا، مرات انتم تشاهدوا فيا من دولة تانية، احنا في ليبيا صعب 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 جدا انها البنت تطلع بوجهها على السوشيال ميديا. يعني تطلعي بصورة يا تلبسي كمامة وتلبسي نظارات. من بدايتي في السوشيال ميديا كنت لابسة نظارة، ولكن بعدين ضرت لي على عيوني وقعدت نعالج على عيوني مقابل الرينج لايت وكذلك. ف يعني نحيت النظارة. فلما نحيت النظارة العيلة لا وما تطلعيش كذا. قعدت اسبوع لا ماكلة للشراب، اسبوع نشرب في المية. تصدقوا او لا تصدقوا، ممكن يعني في الليل نخش الكوجينة ناكل مكرونة، نلقى فاضلة حاجة في الثلاجة ناكلها مسقعة على طول نربط للدار. فأنا عانيت وعانيت وعانيت باش أنا قدرت نطلع بوجهي على السوشيال ميديا. لما نقول للعائلة اللي بنطلع بوجهي على السوشيال ميديا، الصفحات بتنزل عليك الناس اللي مش عارفة شني، اللي مش عارفة شني. احنا بغض النظر عايشين في مجتمع، مش في مجتمع، معلش بغض النظر عن المجتمع، احنا عايشين مع ناس ولا البعض منها يتقبل ظهورك لأن عارفك انك انت محترمة،
ولكن المشكلة في أصحاب الصفحات السلبية يلي يبوا محتوى. تلقاه هو ما عندهش محتوى، بس حطك انت محتواه باش ياكلوا، يعني باش يقدروا ياكلوا. فهمتوا كيف؟ يعني هم ياكلوا على دقنا احنا. فهذه العادة اللي كانت أكثر حاجة مترددة عليها، ولكن قلت لهم أنا ما تخافوش، أنا حنكون ضد كل حاجة في الحياة هذه، والحمد لله يا ربي. قداش وزنك وكم عمرك؟ أنا عمري حاليا 23 سنة، قاعدة مصلتش 24 برغم إن إحنا في 2025، ولكن أنا قاعدة مصلتش 24. احذروا كم وليدي للناس الذكية. تمام. وزني حاليا ما نعرفش، آخر مرة قست وزني كنت نبي ندير عملية بالون، ولكن قدر الله ما شاء فعل اني ركبت البالون ونحيته، ما استحملتاش ابدا ابدا. فاس اخر مره كان وزني 80. بس في الفيديو الجاي لو انتم حابين تعرفوا كم وزني حنقول لكم عليه. نازلين وصفات رمضان، اللي ما يعرفنيش انا ايناس علي، نحب حاجه اسمها طبخ ولكن بمجازي. نحب حاجه اسمها طبخ ولكن بمجازي. لحظه خلينا نشوف قهوه. الحمد لله. نحب حاجة اسمها طبخ ولكن بمجازي، يعني ننزل في وصفات، ننزل في وصفات. ولكن أنا شو نحب في الفترة الأخيرة، ولأني زايد وزني 80 كيلو، فقررت إني أنا نبدأ في وصفات صحية. فأكيد حنزل لكم في رمضان وصفات صحية، وصفات جنينة، ولكن بعد ما نوصل للوزن اللي أنا نبيه حيكون محتواي برضو في الطبخ، ولكن من ضمن الفلوجات. يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوني. بس يعني حنجربوا مرات نطيبوا الشيخ محشي، حنطيبوا الشيش برك، حنطيبوا حراق بإصبعه، حنطيب لكم بازين كسكسي رشدة. حاضر بعون الله. هل انت متجوزة؟ انا غير مرتبطة وغير متجوزة. القناة تبي شغل كتير او بمعنى تعطيها وقت تركز على، هو ده السؤال ولا تنبيه؟ اكيد القناة تبي هلبة، وانا ان شاء الله حنكون قدها انا ومتابعيني الحلوين. كم عمرك حبيبتي؟ والله انت زي العسل، ربي يحفظك من كل شر. عمري 23 عام زي ما حكيت لكم. وصلت هنايا، خديت معاكم 10 أسئلة، وصلت هنايا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش زي ما حكيت لكم انكم انتم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك وتفجروا لي هذا الفيديو لايكات. شاركي مع عمامك مع اخوانك. كان قدرتي خدي تليفون امك بدرجة ديري لايك وديري اشتراك، بس لا اكثر ولا اقل. I love you so much، ان شاء الله انكم احلى ناس اقسم بالله. توا نستأذنكم ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.